بيبدأ الفيلم بشاب اسمه جيمس يلي بيكون على طول بيفيق متأخر، وبسبب هالشي بيوم بيصحى متأخر وبيتأخر على مدرسته. وبيصل الأستاذ على الصف قبله، ولما بيصل جيمس بيكون الأستاذ مزعوج، بس بعدها بصعوبة بيقدر يدخل على الصف. وبيكون معهم بالصف بنت اسمها بيترا، وبتكون أشطر وحدة بالصف. ولما بيفوت جيمس بيضلوا يتطلعوا ببعض، وهذا اليوم بيكون آخر يوم إلهم بالمدرسة. والأستاذ طبعاً بيضل يعطيهم أسئلة ذهنية مشان يفكروا، وبيحكي لهم على المستقبل وافتراضات ممكن تصير، وبيقول لهم كيف يتصرفوا بالمواقف يلي ممكن يتعرضوا لها. وكل هاد بيكون مشان يدربهم إنه يعرفوا كيف يتصرفوا إذا صارت أي مشكلة كونية أو نووية. وبيقول لهم الأستاذ إنه هن رح يبقوا بالصف، بس فكرهم رح يروح على مكان تاني، وهذا الشي بيكون ليطبق الحكي بشكل علمي، وكأنه حيصير أزمة ويشوفهم كيف رح يتصرفوا سوا. وبيقول لهم إنه حيكون في نفق ليسهل عليهم كل شي، وإنه حيكون في إمدادات لإلهم، بس لما بيشوفوا الإمدادات بتكون ما بتكفي غير 10 وهن عددهم 20. وبيكون مطلوب من الطلاب إنه يختاروا مين يلي مسمح له يدخل ومين لا، وما بيكون معهم وقت كتير قبل ما يصلهم الإشعاع الذري، وهذا الإشعاع إذا وصل لواحد فيهم حيكونوا ماتوا. وبيترا بترفض الفكرة، بس الأستاذ تبعها بيلزمها، وبيقول لها إنه إذا رفضت رح ياخد درجاتها ويعطيهم لحدا تاني. فبتخاف بيترا وبتوافق وبترجع على مكانها. بعدها بيصير الأستاذ يوزع عليهم ورق، ولما بيوزع على جيمس وبيترا بيصير يسعل كتير، وبيبلشوا يكتبوا شخصياتهم بتدريب الفكر. وهذا معناه إنه كل طالب منهم رح يكون له شخصية ووظيفة جديدة. فمثلا جيمس رح يكون مزارع عضوي، وبيترا رح تكون مهندسة، ومنهم رح يكون معماري، ومنهم مغني وهيك. وآخر وظيفة بتكون وظيفة الشاعر. بس أول ما بيبدأ بيطلق عليه الأستاذ زيمات النار، وبيكون زيمات جزء من هذا الاختبار، وبتكون عنده قوة مخفية ما بيعرفوا فيها الطلاب. وبيضلوا الطلاب يحاولوا يستخدموا حقهم ليدخلوا على المخبأ، وبيعملوا تصويت، وبصير بالآخر التصويت بين الأستاذ زيمات ومغني الأوبرا، وبيقدر زيمات إنه هو يكسب بالأخير. وبيقول لهم بعدين إنه عندهم 5 دقايق بس للوداع، وبيكون هذا من ضمن السيناريو الافتراضي. وبعدها بيسمعوا صوت عالي، ولما بينداروا بيلاقوا الأستاذ زيمات قوم كل الطلاب يلي ما كان عندهم مكان بالمخبأ وقتلهم كلهم، وبينفصلوا عن بعض، وبيبلش كل واحد فيهم ياخد دور بهي المهمة. والأستاذ زيمات بينتبه ليلي عم يصير حواليه، وبيفوت الطلاب كلهم على الأبو، ولما بيركض هو ليدخل بيقفلوا الباب، وبيكونوا رح يضلوا بهذا المكان لحد ما الإشعاع يلي برا يخلص، وهون بيبلش التمرين. والأستاذ زيمات وهو برا بيكتب شي على الورقة وبيحطه على البلور، وبيكون مكتوب عليها إنه هو معه الشفرة للخروج من هذا المكان. ولما بيشوفوه بيكونوا هن مو متأكدين إذا حكيوا مزبوط أو لا، وبيضطروا إنه يعيشوا بهذا المكان لمدة سنة ليعرفوا هي الشفرة ويطلعوا. وبيبلشوا يعيشوا الطلاب حياتهم بشكل روتيني كتير جوات الأبو. وبتطلع بيترا لتشوف جثة الأستاذ زيمات يلي بيكون بقيان برا الأبو، وبتشوفوا إذا مات فعلاً ولا لسه، والمفروض يكون مات. وبعد مرور سنة عليهم وهن عايشين بهذا الأبو بيقرروا يطلعوا، بس بيكون بدهم شفرة الخروج اللي ما بتكون معهم أصلاً. وكل محاولات للخروج من الأبو بتفشل، وحتى الإمدادات الأكل بتكون خلصت. فبيعرفوا إنه الأستاذ زيمات هو الوحيد يلي كان معه شفرة الخروج، وبيكونوا محبوسين لسه بالمكان، ونهاية العالم مستمرة بالخارج. ولما بيكونوا الطلاب مشتتين بياخد الأستاذ زيمات مسدس وبيخبيه، وبتكتشف بيترا إنه الورق يلي وزعوا عليهم الأستاذ زيمات ما كان ورق تصويت، وإنما كان ورق لشي تاني. وبعدها بيروح الأستاذ زيمات وبيوزع عليهم مرة تانية ورق، وبتم قبول جيمس، بس هالمرة بيكون دكتور جراح وبيكون عنده مرض الإيبولا، وبسبب هالشي بيتم رفضه. وبيكون واضح إنه الأستاذ زيمات عنده خطة تانية ومو هدفه تدريب الأفكار. وبتكون بيترا كمان بتعاني من مرض، وهذا المرض نادر لهيك بيتم رفضه. وبصيروا الطلاب الموجودين برا يحاولوا يردوا على المخبأ ويتفادوا الانفجارات اللي عم تصير برا، بس للأسف ما بيلحقوا وبينفجروا وبيموتوا. أما الأشخاص اللي بيكونوا موجودين جوا بيكونوا نايمين ومتضايقين كتير. بس بيترا بتكون عم تفكر إنه جيمس ما بيناسبها، لأنه العلاقة اللي بلشتها معه هي غلط من الأول. والطلاب بيكونوا عم يفكروا كيف بدهم يتكاثروا، وبرا بيكون الإشعاع لسه عم يدمر كوكب الأرض، وبتكون نهاية العالم صارت. وبعد 10 أسابيع بيكون لسه ما صار أي. وبيقولن الأستاذ زيمات إنه لازم يبدلوا الأزواج. بعدها بيروح الأستاذ زيمات، ولما بيرجع بيكون معه المسدس تبعه، بس بيكون مخبيه وبيطلعه، وبصير يهدد كل الطلاب فيه، وبيقولن كلهم يروحوا على غرفهم ما عدا الجندي صاحب الذاكرة القوية. فبيخافوا الطلاب، بس جيمس بيهجم عليه وبياخد منه المسدس وبصير يهدده. بس فجأة الأستاذ زيمات بيروح على الباب وبيفتحه، بيحاولوا يمنعوه بس هو ما بيسمع لهم، وبيحترقوا كل الطلاب وبيموتوا. وطبعاً كل هذا بيكون عم يصير بالعالم الافتراضي وهن بالحقيقة عايشين. وبيكون جيمس شاكك بالأستاذ زيمات، لأنه من الأول ما بلش وكان يعاقبهم على أي شيء بيصير ضمن التمرين. وبتذكر لما وزع عليهم الوراق ببداية الفيلم كيف صار يسعل. بعدين بيكتشف إنه الصندوق فيه له جيوب سحرية، وإنه الأوراق تبعه هو وبيترا تم التلاعب فيها.
وما بيسكت على هذا الشيء، وبحس إنه الأستاذ زمت مخبي عنهم شيء. فبيقول له الأستاذ زمت إنه كان هدفه من التدريب إنه يخلي جيمس يعترف إنه ماله مستعد يواجه العالم الحقيقي، بس جيمس بيضل ماله مصدقه، وبيقول له إنه كان في يعطيه وظيفة تانية غير وظيفة المزارع. ومنروح بعدها للتمرين الثالث واللي بيكون على جزيرة بالنهار، وبيروح الأستاذ زمت ليتفقد الوضع، بس بيكون هدفه إنه يجيب المسدس ويخبيه عنهم. بعدين بيسمع صوت عالي بس ما بيعطيه أي أهمية، وبتجي لعنده بيترا وبتعانقه وبتقول إنه كل شي كان مخربط من الأول وما كانت فهمانة شي. وبتطلب بيترا من الطلاب الناجين إنهم يثقوا فيها باختيارها للطلاب يلي رح يبقوا بالأبو. وبتبدأ بيترا تختار، وبتشوف بائعة الخمر بذكاء القوي ومصمم الأزياء يلي بيلبس أواعي مرتبة مشان يعرض المنتجات تبعهم. وبتقلن بيترا إنها رح تختار على أساس الأمثل ويلي بيستحق إنه يدخل الأبو، وبعد ما يطلعوا رح تقلن كيف رح يبلشوا حياتهم من جديد. وطبعا هالشي رح يصير بعد ما يخلص الإشعاع. وبالصف بيكونوا شايفين إنهم بحاجة واحد للإحصاءات، فبيطلعوا طباخ المعجنات وبيسمحوا له إنه يدخل على الأبو. والأستاذ زمت بيفوت لعند بيترا على الصف وبيقول لها إنه هو رح يسقطها بالتمرين وإنه ما رح يسمح لها تعمل أي شيء. فبتروح بيترا وبتعطيه المسدس تبعه من جديد، فبيرفعوا على الطلاب وبصير يهددهم فيه، بس بتكون بيترا أخذ منه الرصاص لما عانقته لزمت، وبتكون عم تكذب عليه أساساً. بس بعدها بيترا بترجع له رصاصتين من الرصاص وما بتكون بدها إياه يعاني أكتر من هيك. وبيكون جيمس كمان مخبي بندقية بنفس المكان يلي كان الأستاذ زمت يخبي فيه السلاح. بهذا الوقت بيقلن زمت إنه هو لسه معه رمز الخروج يلي ما حدا معه يا لهلأ، بس بيجي الجندي يلي بيكون ذاكرته قوية وبيكون متذكر الرمز، وهيك بيكونوا كلهم متساويين. وبيترا بتكون رح تاخد المركب وتهرب فيه لمكان بعيد كتير عن الإشعاع، والطلاب بيصيروا يفكروا بالطريقة يلي بدهم يطلعوا فيها من هذا المكان وبيركضوا كلهم ليركبوا بالمركب. وبيترا بتكمل تدريب الفكر وبتقلن إنه بالرغم من كل يلي صاروا يلي لازم يصيب الجميع باليأس، كانوا كلهم مبسوطين بيلي مروا فيه، وبتقدر بالأخير إنها تساعدهم بطريقة غريبة كتير. والأستاذ زمت بيقلن إنه القنابل لسه ما وقفت وإنه كلهم رح يموتوا، وإنه لهلأ مو قدرانين يتعايشوا مع الواقع يلي هن فيه. وبيكون في صاروخ رح ينزل عليهم، بس الأستاذ زمت بيقوص حاله مشان ما يخليه ينفجر. وبيكون في كهف بيدخل عليه وبيخليه يتجنب الإشعاع وما بيكون قدامه أي شيء ليعمله مشان ينقذ البشرية. وبيروح بعدين لعند جيمس وبيرفع المسدس بوشه، بس الطلاب بيوقفوا بوش جيمس مشان يمنعوه وبيكبسوا الزر. وبالصف بيحس الأستاذ زمت بخيبة أمل كبيرة بسبب آخر تمرين. ومنرجع بمشهد للخلف للنجار يلي بيكون قاعد وعم يفكر إنه يخلي رجل واحد مع 6 بنات، لأنه مو معناه إذا هو عقيم تكون فرص الإنجاب عنده بتساوي 0، وهالشي غلط، وإنه ممكن يجيب أطفال عادي. وبالأخير منشوف كل الطلاب تركوا الصف وطلعوا ما عدا بيترا يلي بتكون شايفة إنه الأستاذ زمت عم يعمل كل هذا مشان يعاقب جيمس، وبتقله إنه الذكاء مو كل شي بالدنيا. وبتمشي وبيبقى الأستاذ زمت وحيد بالمدرسة، وبضل يحاول يعمل تمارين لهي الأفكار مع حاله، وبيفتح الدرج وبيطلع المسدس وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.